عارف ده ايه؟ بلاش ده ايه؟ شايف المنظر ده ايه؟ والاسامي والتوقيت والنتيجه والراجل الجميل ده، كل الحاجات دي يربطهم ببعض ايه؟ حقيقي دي اغرب حاجه انا سمعتها من فتره طويله قوي، وحاجه يعني فعلا قمه في العظمه من هانس فليك برشلونه. الراجل ده مش بيأفور. صحف كاتالونيا كانت بتكتب ان هانس فليك بعد ماتش برشلونه في غرفه الملابس اتخانق مع اللعيبه وزعق لهم، كان بيقول لهم كلمات مهمه جدا، اهمها ان انتوا بالمستوى والاسلوب ده مش هتكسبوا اي بطوله السنه. معلم انت شايفني؟ معلم انتوا كسبانين 3-0. معلم الفرقه اللي قدامك شاطت 4 كور بس على طول ال 90 دقيقه، منهم كورتين بس على المرمى. اكبر دليل ان هانسي فليك فعلا قصده الكلام ده وما كانش بيهزر. الراجل الدقيقه 72 وهو كسبان 2-0 خرج كوبارسي اصلا من الملعب، وكان بيدافع مدافع واحد بس وهو ارو، كان بيهاجم بالفرقه كلها، واللعيبه اللي نزلت كمان في الشوط الثاني الاربع لعيبه بيهاجموا برضه، كل ده وهو كسبان في الدقيقه 72 2-0. كلام الصحف كلها في كاتالونيا ان هانسي فليك خايف من حاجه واحده بس، وهي ان تتكرر نفس المشكله مع بايرن ميونخ لما حققوا السداسيه واللعيبه فقدت الشغف وحسوا ان هم كسبوا كل حاجه. كلام صحف اسبانيا ان هانسي فليك قال لهم في غرفه الملابس انتوا ما قدمتوش 50% من مستواه، ان هو مش هيسمح ان اللي حصل مع بايرن ميونخ يتكرر تاني مع برشلونه. من وجهه نظري اعظم قرار اخده اداره برشلونه اخر 10 سنين ده لو مش اكتر كمان هو هانسي فليك. السكريبت ده اللي كاتبه الصحفي المحترم بيتر الفريد، ما تنساش تعمل لي فولو وفايتك.